بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لا خضرة وظليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وظليلة بترفرف على عيلة، والطفل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وتم حال يا رب العالمين. ان شاء الله بقى النهاردة الروتين مختلف، روتين بره البيت. هنشوف كده مقتطفات من يومنا. كان روتين يوم الجمعة. قبل ما نبدأ الفيديو زي ما اتعودنا الصلاة على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وطبعا الروتين كان عندي ماما، فطبعا طالما احنا كده متجمعين لان طبعا لازم يبقى في فطار كويس، لان طول الاسبوع يا دوبك بنحضر لانش بوكس كده في السريع، وهو سندوتش ومع كوباية الكافي او كوباية الشاي او كوباية القهوة كده يكون الفطار تمام اوي. لكن طبعا طالما متجمعين بقى انا وماما وبابا والاولاد، فلازم يكون فطار حلو الى حد ما، او اللي هو الفطار المصري الحرش كده بقى، فول وطعمية وبتنجان، وطبعا البلح بالسمنة البلدي والكلام ده كله. انا على فكره ما كنتش ناويه اصور خالص، بس بعد ما اتحضر بقى الفطار وكده قلت لا انا هصور بقى معاكم. مش كل مره يكون الروتين من قلب الشقه يعني وكده وتغيير، وبرضه هنخرج وهنشوف احنا هنروح فين. واليوم النهارده بصراحه كان حلو جدا، على الرغم ان انا كنت تعبانه شويه، بس الحمد لله مبسوطه اللي انا صورته وقلت كده ايه من باب التغيير، لان بشوف ان اما نغير شويه في الروتين بره. وكمان عشان كان في كذا بنوته طلبت اما انا بغيب شويه، اقول لكم مثلا كنت عند ماما تقولي طب ما بتصوريش يعني روتينات هناك ليه وكده. انا طبعا ما بحبش اصور الا في البيت عندي، وما بحبش اعمل اي حاجه الا في البيت عندي، بس ده كده كان ايه جزء بسيط يعني مقتطفات. يا رب بس يكون الفيديو كده ايه عجبكم. فطرنا كنا حوالي الساعة 10 أو 10:30 الصبح. طبعا يلزم بعد الفطار على طول اللي هو تحضير كوباية القهوة بقى كده. يا سلام عليها القهوة ام لبن بوش، دي ما بتفرقش معايا قوي يعني القهوة، بس أنا بحب أشرب القهوة اللي هي باللبن أكتر من القهوة العادية. فطالما في لبن يبقى نعمل بقى كده قهوة بلبن وإيه مع ريحة الهوا الصبح كده. يوم الجمعة ده أساسا بيبقى له نفحات كده وله انا بحس ان الهوا بتاعه يعني مختلف عن الايام العاديه. واحلى حاجه بقى فيه ان هو بقى بريك من كل حاجه، ولا في بقى واجب ولا في اي حاجه من الكلام ده. يعني احنا كأمهات بنكون مبسوط ان الاولاد ما عندهمش دروس او ما عندهمش كتابه واجب وكده اكتر من الاولاد ذات نفسهم. ماما بقى الله يديها الصحه يا رب ويخليها لنا دعوات كلها كده، ربنا يشفيها يا رب ويديها الصحة. على الرغم ان هي بتكون تعبانة، بس لازم اليوم اللي انا اكون فيه هناك لازم اللي هو ايه يبقى في حاجة مختلفة. يعني على الرغم من المحشي هي ما بتعملوش إلا لما بكون انا معاه، لان المحشي ده بيكون عاوز لما، وانا طبعا يعني في اكلات كتير ما بعملهاش ومن ضمنها المحشي، لان هي الله يديها الصحة بتعمل، ولازم في اليوم اللي انا بكون هناك فيه. فهو بقى كانت عاملة كده ايه محشي كوسة وبتنجان وسلق. السلق ده بقى العشق بتاعي انا، بتهيألي يعني اخف محشي شفته في حياتي واللي هو محشي السلق. انا زي ما قلت لكم انا ايه بصور كده ايه مقتطفات. كنا لسه برضو الصلاة لسه ما اذنتش، او لسه الخطبة بتاعه الجمعة ما بدأتش. هو طبعا رصينا كده المحشي الكوسة والبتنجان من تحت، وعلى الوش كده سطر اللي هو الكرنب عشان الاولاد ملهاش في الاخضر، في المحشي الاخضر كتير. وعملنا كده على الوش اللي هو بقى ايه المحشي السلق. الصلاة لما تبقى شغالة مع ريحة البخور مع ريحة الأكل بقى. يعني احنا من الناس اللي بتفطر يعني يوم الجمعة 10 11 ده آخرها، مش من اللي بيصلوا ويجي يفطروا. احنا بنصلي ونيجي نتغدى. وفي اليوم ده برضو احنا كنا قاصدين ان احنا نفطر بدري عشان نجهز الغدا ونتغدى بدري. طبعا البخور كان شغال وصلاة الجمعة شغال، علشان هاخد الاولاد بقى وهخرجهم، لان بصراحه كان بقالهم فتره كتيره ما خرجوش. طبعا الاولاد اصلا ما بيلعبوش في الشارع كتير، ويعني ما بينزلوش اساسا الشارع، فاللي هو طول الاسبوع في ضغط بقى. احنا بيروحوا الدرس يروح المدرسه محمد ويجي يكتب الواجب ومش عارفه ايه. فانا قلت بقى خلاص انا في اليوم ده ايه هخرجه مش هخرجه، خلاص نوينا وعزمنا على الله ان شاء الله اللي احنا هنخرجه. يعني اللي هي الخروجه عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه.
كان هنا بقى احلى فقره بحبها في صلاه في يوم الجمعه بقى طبعا بعد الخطبه وكده، اللي هو البخور لازما منه ان انا كل ما البخور يطفي كده ان انا ازوده تاني. يلا يا بنات بقى، لو انتوا وصلتوا لهنا حطوا لايك بقى وشيروا الفيديو لكل اصحابكم كده، وما تنسوش طبعا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وكده بقى انا ايه ببخر، بحب يعني العشق عندي بعد الترتيب، على الرغم ان انا في اليوم ده ما رتبتش ولا اي حاجة، لان ما شاء الله البيت كان نظيف، بس ان انا ايه بدأت ان انا ابخر كده وصلاة الجمعة شغالة. احلى حاجة طبعا البركة في البكور، حتى لو انت مش لازم كل يوم تصحي بدري، لو هيبقوا 3-4 ايام في الاسبوع تصحي بدري، تحسي ان انت بتنجزي كتير جدا وبيفرق كتير جدا في يومي. اليوم ده بقى يوم الجمعة اللي انت بتبقي عايزة، اللي انا مفكرة ان انت هتنامي فيه وتصحي متأخر. انا واثقة ان 90% من الامهات كده، اللي هو بتصحى بدري جدا اول ما يعني بتبقى ايه ميعاد اللي هي صاحية فيه لتحضير المدرسة او كده. يعني انا كنت مفكره ان انا اليوم اللي انا هبات فيه عند ماما ده اللي انا هصحى 10-11، والله صحيت من بدري من 7، ممكن من 6:30 كمان. هنا بقى كان المحشي خلاص كده استوى والبطة كانت بتتحمر، وهنا بقى جينا للحظة الحاسمة، ماما بقى بتقلب كده انا قلت لها حط المحشي كله، اللي عاوز ياكل يعني ايه. هو المحشي كان كمية ما شاء الله كانت كبيرة علينا، يعني بتكفينا يوم واتنين كمان. بس على اساس بقى ايه يبرد شويه، لان الاولاد ما بيحبوش المحشي سخن، فشايفين بقى المنظر كده لوحده يفتح النفس يعني. اتغدينا بقى وجرينا جري عشان نلحق نخرج قبل لما الدنيا تليل، على الرغم ان احنا لسه في التوقيت الصيف، يعني الساعه لسه ما اتغيرتش، بس النهار عاد قصير جدا. يعني انا خدت الاولاد وخرجنا العصر وراجعين العشاء، ما لحقناش اساسا نقعد حاجه، وكان النهار كان قصير جدا، وكمان زي ما قلت لكم اللي هو تغيير جو بس، لكن ما وديتش بقى ايه مراجيح والكلام من ده. هنا بقى الشوربه والطبق السلطه والبطه كده، وبألف هنا. تعالوا اتفضلوا معانا ونروح بقى فين. وديتهم جزيره الورد، كانت زحمه جدا، برغم الزحمه بتاعتها، هي مش الزحمه اللي هي القوي يعني، مش زي مثلا في الاعياد او كده، بس هي كانت عجباني ان هي ما شاء الله كلها اهالي يعني، او كلها عائلات، كلهم بقى امهات واخدين مثلا اخواتهم واولادهم ومتجمعين بقى واخدين الغدا بتاعهم. انا كده كنت بصور من فوق كده شويه، او رافعه الكاميرا عشان مش عايزه ايه اظهر اي حد يعني، بس هو اساسا منظر لوحده. جزيره الورد على فكره عادت احسن من الاول بكتير. كانت الاول بقى يعتبر كلها شباب والكلام ده، لكن هي ما شاء الله بتبقى مخصصه يوم الجمعه نسبه كبيره منها، يعني الحمد لله ان هي للعوائل، تشجعك بقى ان انت تروحي من اول اليوم. واحسن كمان من انا كنت رايحه مثلا العصر، لا تروحي من بعد الصلاه على طول، وتكوني واخده اكلك بقى معاكي والاولاد يلعبوا. وهناك كمان جزء للي هو هناك ملعب، يعني لو في اولاد بقى ولاد يعني ياخدوا الكوره بقى ويلعبوا في الملعب هناك. هي يعني إلى حد ما حلو، يعني أحسن حاجة شوية في المنصورة بالنسبة إن هي اقتصادية شوية، أو مش بتدفعي فيها فلوس كتير. لو انتي اكتفيتي بان انتي تدخليها بس، اللي هو بتقطعي التذكرة 5 جنيه لكل فرد، لكن بقى جواها ملاهي تانية اللي هي بقى الألعاب، بتقطعي تذاكر تانية وبتدفعي ايه للألعاب اللي فيها. بس أنا في اليوم ده بصراحة ما كانش ليا مزاج خالص ان انا اوديهم الألعاب دي. أنا كنت حابة ان أنا أطلع نقعد على البحر ونركب بقى المركب وكده، لكن مش عايزة أدخل الملاهي. فضروري طبعا الأولاد بيفرق جدا معاهم اليوم اللي هما بيخرجوا فيه، لو هتبقى حتى مرة في الشهر على فكرة، مش لازم كل أسبوع ولا كل أسبوعين، ممكن مرة في الشهر حتى كمان بتكون مشجعة الأولاد إن هما خلاص احنا مثلا يوم الجمعة هنخرج، الأولاد طول الأسبوع بيبقوا قاعدين منتظرين اليوم ده. فهو برضو في ألعاب بره هوت للأطفال بقى الصغيرة، بس الألعاب دي ما كانتش مناسبة لأولادي دول، عايزة أطفال سن 2-3 بالكتير. ده الملعب بقى اللي أنا بقول لكم عليه، بس عشان كان محمد ايه لو كان في أولاد تانية كان لعب في الملعب ده بالكورة، الأولاد معاه يعني. زي ما قلت لكم ان هي حلاوتها في اللمة،
بتكون عايزة أسرة مع بعضها كده. احنا كنا الأول ماما كانت دايما كل عيد بتودينا الملاهي دي، وكان بقى ايه في ملاية نفرش بقى وأكل ومية وعصير وشوكولاتات والغدا وترمس ولب الكلام ده كله. لكن طبعا انا ما كنتش واخده اي حاجه من دي، انا بس جبت لهم شوكولاتات و... وعصير. وفي اخر اليوم بقى وديتهم، كان عاجبنا قوي بس الايه البيت ده. اخر اليوم جبنا كنافه وبسبوسه. البيت ده ما شاء الله اللهم بارك بيطل كده على النيل، واحنا هنا كنا قاعدين على النيل. كان هنا في ناس بتصطاد، وما تصطاد اللي هو السمك البيبي الصغير يرموه ورا، فكان اللي هو اللي بيبيع الحلاوه الشعر دي عمال يمسكها، وهي كانت ما شاء الله لسه حية، يعني لسه السمكة طالعة من البحر. فكانت خديجة عمالة تقول له رجعها يا عمو تاني المية عشان ما تموتش. هنا بقى رحت بلبن، فما أدراك ما بلبن بقى الزحمة موت 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 كده. فأنا قلت وعلى ايه من كده، لأن كان طالع في حاجة اسمها كيكة الهبة وعليها زحمة موت بصراحة. فانا قلت لا، بعد ما وقفت شويه حسيت ان انا هتهرس وسط الناس. رحت جبت لهم بقى ايه نص كنافه ونص بسبوسه، ب60 وب70 جنيه، يعني نص ونص كده ب130 جنيه. كانت الكنافه لسه سخنه، لكن البسبوسه كانت ساقعه والقشطه بتاعتها. بصراحه كان عيب الحلويات دي ان هي سكرها زياده اوفر يعني. انا هنا بقى بقطم كده معاكم الكريمه اللي احنا بنعملها في البيت، والله احلى منها بكتير. بس هي تجربه ان شاء الله مش هتتكرر تاني. وكده يا بنات يكون الفيديو بتاعي خلص معاكم، يا رب يكون عجبكم. حطوا لايك للفيديو، سلام عليكم.